يوم بعد انتهاء لقاءات اليوم أو الجولة الثالثة من المجموعة الأولى والجولة الثانية من المجموعة الثانية، تحدد أطراف الدور قبل النهائي لبطولة دورة حوض النيل. المنتخب المصري سيقابل كينيا في الدور قبل النهائي، وفي نفس الدور أيضا منتخب الكونغو سيقابل المنتخب الأوغندي. نروح لتقرير بعد مباراة كينيا والسودان والكونغو اليوم مع المدير الفني للمنتخب السوداني مازدا، ونرجع لنجومنا لأن في الحقيقة يعني الوقت لم يسعفنا بعد المباراة مباشرة لإلقاء الضوء على مباراة اليوم الجميلة في الحقيقة، واللي كانت فيها ندية كبيرة جدا حتى الدقائق الأخيرة. الكونغو والسودان وتقرير المدير الفني للمنتخب السوداني. شكرا لكابتن طاهر ابو زيد في استاد النيل وضيوفه الكرام، واهلا بكم اعزائي المشاهدين بعد المباراه. ويسعدنا ان يكون معنا كابتن محمد عبد الله مازدا المدير الفني لفريق المنتخب السوداني. اهلا بك كابتن مازدا. مرحب ومرحب بكل مشاهدي قناه النيل. مرحب بالاخوه الكبار المعلقين والكابتن طاهر ابو زيد على الاستوديو. كابتن مازدا طبعا بنرحب بيك في وطنك مصر. يمكن خضتوا مباراتين في غايه القوه المنتخب السوداني، لكن الملاحظ وجود عناصر جديده وفريق جديد للمنتخب السوداني. نعم، حقيقه احنا اتينا الى هذه الدوره من فتره توقف، يعني الكل يعلم ان احنا الدوري في السودان متوقف من 30 السنه الرياضيه عندنا بتنتهي، الموسم الرياضي منتهي في 30 نوفمبر، كان موسم طويل. اعطينا اللاعبين فتره راحه. بدينا الاعداد بالضبط من قبل اسبوعين من هذه الدوره، مش اسبوعين، 12 يوم. عملنا اعداد قصير في اسمره، واتينا هنا اول مباراه نلعبها امام المنتخب الكيني، وهذه هي ثاني مباراه. وانا راضي عن اداء المردود، بالذات المردود البدني، لاننا في مرحله اعداد. نحن نعيد فريقنا كما المنتخب المصري يعيد نفسه للبطوله الافريقيه، نحن نعيد نفسنا لبطوله المحليين اللي بنستضيفها، وبنعيد نفسنا للبطوله التصفيات الافريقيه اللي احنا عندنا في مجموعتنا. احنا عندنا ترتيب كويس، وان شاء الله نحن راضيين عن اداء، لكن غير مثلا يعني رغم عن التحكيم في هذه الدوره سيء. نحن للمباراه الثانيه على التوالي يحتسب علينا ضربه جزاء ظالمه جدا عكس مجريات المباراه، لكن في النهايه هذه مباراه وديه احنا استفدنا منها، ونامل لمنتخب مصر التوفيق، ونعمل لهذه الدوره النجاح ان شاء الله. كابتن مازدا، يعني رغم السيطره الكامله في المباراتين للمنتخب السوداني، الا ان كانت السيطره بتفتقد الكثير من الفعاليه على المرمى. تعلم تماما انه هذه هي فتره اعداد، نحن اكملنا فقط الجانب الاعداد البدني، يعني كل اي ذول يفهم في الكوره يعرف انه احنا في مرحله اعداد. حساسيه المباريات لسه بعيده عن اللاعبين، يعني ويتمثل ده في ضياع عدد من الفرص السهله في ختام الهجمات، لكن يعني نحن بهذا نكون راضين جدا. احنا كنا نطمع في انه نؤدي عدد اكبر من المباريات الوديه، ولسه احنا حنؤدي مباراه قبل بطوله المحليين، حنؤدي عدد 4 مباريات دوليه في هذا الشهر، وان شاء الله يعني نتمنى التوفيق لهذه الدوره، نتمنى التوفيق للمنتخب المصري. مازدا بنشكرك جدا. مشاهدينا الاعزاء، والان عوده سريعه للنقد والتحليل واستاد. شكرا لشادي سمير، شكرا لكابتن محمد مازدا المدير الفني للمنتخب السوداني. وفي الحقيقه يعني عندما يبدأ مدرب الإعداد منذ 12 يوم فبالتأكيد كل الأعذار مقبولة. كابتن شاذلي، كابتن علاء، أعتقد 12 يوم غير كافية جدا ومقبول إلى حد كبير مستوى المنتخب السوداني، وخاصة إذا ما اتفقنا مع الكابتن مازدا أنه تعرض لظلم تحكيمي في المباراتين. في الحقيقة هو المباراتين فيهم ضربتين جزاء فعلا، الاثنين فيهم شك، الاثنين بنفس الصورة. والنهارده طبعا دي يعني لا تحتسب بالشك، بس والثانية نفس الكلام يا كابتن، بنفس الشكل برضه. يعني التحام بين اثنين مدافع ومهاجم بيبعدوا الكورة، فجأة الحكم بيروح. لكن التحكيم مش هنتكلم على التحكيم، لا، بس عايزين نؤكد على في الحقيقة الروح الجميلة اللي أبداها الكابتن مازدا عندما يعني تعرض فريقه لضربة جزاء ظالمة أطاحت بيه تماما، ونزل يعني جري حتى الخمس دقائق المتبقية اللي كانت هتديله الأمل، ومع ذلك نزل الملعب وامتص غضب لاعبيه. شيء جميل ورائع في الحقيقة. وتصرف هي الكرة هي يا كابتن طاهر، هي ما فيهاش أي حاجة. الراجل تماما بيطلع المدافع، بيطلع الكرة، لا ولاعبين بيفكروا يعوضوا، فبتحتسب عليهم ضربة جزاء. ما لمسوش حاجة لعب الكورة. لا، حتى لعب الكورة، ما دام لعب الكورة خلاص.
طلع الكوره كابتن. غريبه، قرار غريب من الحكم الحقيقه، وبعدين- لان هو المدافع ازاح يعني لعب الكوره من قدام منه خلاص. وبعدين الحكم كان فين في دي؟ ده كان في نص الملعب وعكس الكوره خالص. يعني لو جبنا الصوره من بدري هنلاقي الحكم واقف في منطقه تانية خالص غير ضربه الجزاء، يعني جاي يعني فطبعا حتى لو لكن هو الروح كويسه زي ما قلت يا كابتن طاهر انه نزل جري. يعني لو في قرار هنا يبقى للمساعد. المساعد نشوف المساعد ما شاورلوش. نشوف المساعد ادى ايه. شوف الحكم فين يا كابتن؟ الحكم بعيد قوي. شوف الحكم فين؟ على بعد 50 يارد. 50 حتى مش في عكس لا بعيد خالص. مش خالص. والله من هنا كان اقرب. المساعد هنا ما عملش حاجه خالص. لا وماشي عادي ان الكره اوت، بس جري لما الحكم ادى ضربه جزاء دخل على جوه. لكن الكابتن مازدا طبعا انه وقف الدوري وبدايه اعداد عايزه وقت طبعا، مش اسبوعين. شو هنشوف هنا بقى تصرفه في الحقيقه اكثر من رائع. بيقاتل مع لعيبته وبيهديهم حقيقه يعني حاجه كويسه جدا 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 يعني. كابتن علي موقف رائع. لا طبعا يعني دي مهمه، هو يعني ابعاد البطوله اهم كتير من ماتش وابعادها اهم. يعني الحقيقه هو فعلا زي ما قال كابتن شاذلي الراجل بعيد جدا عشان تاخد قرار، وبعدين قرار خاطئ في وقت قاتل. يعني انت بتاخد قرار خاطئ في وقت قاتل. دايما الحكم يبص على مين رجليه رايحه فين، اللعبه الكره راحت في انهي اتجاه، في اتجاه اللي اللعيب زق في فهنا اللعيب الحقيقه المدافع هنا منتخب السودان هو اللي زق الكره بعيد، وبالتالي هو عينه على الكوره ولاعب الكوره، ملوش دعوه بان اللعيب وقع ولا ما وقعش. ولذلك هو حتى حب باخر المباراه ادى ضربه حره غير مباشره داخل، عاوز بقى يعوض وعاوز يحس يعني بالخطا. ولكن برضه يا كابتن الاخطاء موجوده حتى في كاس العالم شفناها كابتن طاهر. لكن كابتن مازدا كان مركز وزي ما قال على الناحيه البدنيه. يعني بيقول انا يهمني الناحيه البدنيه لان انا بجهز فرقتي بس من 12 يوم. فخد المباراتين دول بهدف انه يعلي الناحيه البدنيه. كويس ان ما حصلوش اصابات في بالظبط. اليوم مش كافي. وعشان كده الدقه في انهاء الهجمه ما كانتش موجوده. هو دي لسه ولا الدقه في انهاء الهجمه. دايما المهاجم هو اللي يعني بياخد وقت عشان يرجع لحالته البدنيه والفنيه العاليه، وده اللي اثر في الناحيه الهجوميه بالنسبه للسودان يعني. وفي الحقيقه يحسب للمنتخب السوداني انه يعني تحمل جهد مباراتين في اقل من اسبوع، برغم انه بدا الاعداد منذ 12 يوم، وايضا برغم تعرضه لاخطاء تحكيميه وارده في كره القدم ولكنها كانت حقيقه. فكل التقدير في الحقيقه للمدير الفني وللاعبي المنتخب السوداني اللي ظهروا في الحقيقه برغم احتساب ضربه جزاء في وقت زي ما قال الكابتن علي خطا ظالم في وقت قاتل، انما قدروا ان هم يتحملوا هذا الضغط، ومدربهم ايضا كان على مستوى المسؤوليه. فاصل والعوده لإلقاء الضوء على مباراتي الدور قبل النهائي في بطولة دورة حوض النيل. ثمان أهداف هي حصيلة مباريات اليوم الأخير لدورة حوض النيل الودية، واللي تحدد على ضوءها والتي تحدد على ضوءها أطراف الدور قبل النهائي لهذه البطولة. يوم الجمعة القادم بمشيئة الله منتخب مصر سيلاقي المنتخب الكيني، ومنتخب الكونغو الديمقراطية سيلاقي المنتخب الأوغندي. في المباراة الأولى تعادلت تنزانيا مع أوغندا بهدف لكل منهما، ثم بعدها مباشرة فازت الكونغو على السودان بهدفين مقابل هدف، وأخيرا منتخب مصر يحقق الفوز ب3 أهداف نظيفة على منتخب بوروندي. كابتن شاذلي، تحدد أطراف الدور قبل النهائي مصر مع كينيا والكونغو وأوغندا. الحسابات النظرية تقول أن مصر والكونغو في المباراة النهائية، وقد تكون هذه هي المباراة الوحيدة اللي فيها تكافؤ فني، وممكن جدا نقول إنها ثمرة هذه البطولة من الناحية الفنية. هو طبعا الكونغو ماتشها أصعب من مصر وكينيا. الكونغو قدامها أوغندا، أوغندا عندها مدرب كويس، عندها مدرب بيقرأ الفرق المنافسة. يعني لاعب بوروندي كسب بوروندي 3-1 اول مباراه، اوغندا كسب بوروندي 3-1. الماتش الثاني امام المنتخب المصري اتغلب 1-0 في الدقيقه 93 من الشوط الثاني. مدرب فاهم بيستغل اوراقه قدر المستطاع، ما بنقولش ان هو عنده نجوم وعنده
فرقه عظيمه وبتاع، لكن هو بس تعادل النهارده مع فريق متوسط يعني قليل المستوى، تعادل مع تنزانيا. ما هو هو عايز يوصل يا كابتن، هو فبيوصل باقل التكاليف، يعني ان هو لما تعادل دخل بقى 4 نقط ودخل، فما بيلعبش عشان يطلع، هو بيلعب عشان يخش. فطبعا لكن ماتش دي المباراه قدامنا اهي. ايوه دي بتاع تنزانيا تنزانيا واوغندا. دي اوغندا وتنزانيا الاول. ايوه ده الجول الاول. تنزانيا طبعا تقدمت تنزانيا بهدف. جاب الجول. ايوه ما تنساش برضه يا كابتن طاهر ان هو مش عايز يقابل مصر، يعني هو مش عايز يكسب ويطلع اول يبقى يقابل مصر. لا لو طلع تاني قبل مصر. هو قصدي يطلع اول في مجموعه مصر. في مجموعه مجموعتنا. لا هو طبعا تنزانيا بعد ماتش مصر قدمت عرضين غير ماتش مصر خالص. يعني الماتش الاولاني بعدنا اتعادلت مع بوروندي 1-1. ده الماتش ده يعني هم اللي بيتعادلوا معاها كمان، مش هي اللي بتتعادل معاهم، يعني تحسن مستواهم كتير. خدها كويس لنفسه والله. جميله. لما الكوره بكعبه، الثرو جميل. اعتقد ده ملعب الشرطه. ملعب الشرطه بالظبط. اللمه جميله بكعب رجليه. اتحاد الشرطه مظبوط. والهدف حلو من الشوط في القريبه جميل. تنزانيا في المباراتين اللي اتغلب بعد ما اتغلبت ماتش كانت كسبانه 1-0 في الماتشين وبيتعادلوا. ده هدف جميل بضربه راس من اوغندا، وده دخل الماتش، دخلهم مستريح يعني الدور النهائي يعني. لكن ده لا يقلل من تنزانيا اللي اتغلبت اول ماتش 5، لكن بعد كده انصلح حالها وتعادلت ماتشين. يعني هم اللي كانوا بيتعادلوا معاها، هي كسبانه. تنزانيا كانت متقدمه 1 على بوروندي، تعادل بوروندي معاها، وتنزانيا مع اوغندا كانت كسبانه 1 واوغندا تعادل معاها 1-1. فبعتقد ان اوغندا برضو من الفرق اللي عارفه قدر نفسها، وعارفه الناحيه الدفاعيه بالنسبه لها مهمه جدا، وهي مغلوبه 1 فلازم تهاجم عشان تعوض الجول من كره ثابته، والراجل قطع على الخشب القريبه ولعبها جميله جدا بضربه راس. شوف الجول برضو معاها يعني. بص لا يعني كره صعبه جدا يعني. ده الجول الجميل الملعوب. ده حقيقه جول حلو يعني. كابتن علي، المباراة الثانية الكونغو والسودان هي واحدة من أفضل مباريات البطولة. نعم. حتى الآن في الحقيقة كان فيها ندية واضحة، وكان فيها مفاجأة لم نعلمها، إن منتخب السودان لم يبدأ الإعداد بعد، يعني 12 يوم في فترات الإعداد، معناها لسه ما لمسوش الكورة. يعني مفروض في الإعداد العادي ال 12 يوم دول بيبقوا معدلات جري وتمرينات تقوية انما النهارده فاجئونا في الحقيقه بمستوى برغم خسارتهم، انما كانوا اكثر من ند المنتخب الكونغو، وعادلوا النتيجه في الشوط الثاني، وكانوا الاقرب في فترات كثيره من عمر الشوط الثاني. لا هم في الشوط الثاني الحقيقه ادوا بشكل كويس جدا، واعتقد انه النديه كانت متوافره. عشان كده قلنا الماتش الاولاني يمكن كان في اثاره اكتر من الماتش بتاع مصر وبوروندي. ليه؟ لان النديه كانت موجوده، التكافؤ موجود، المباراه لاخر وقت متعلقه، معدلات الجري عاليه المعدلات الجري عاليه جدا، رغم ان ملعب